خلصت الجولة الأولى من الدوري الأسباني والدوري الإنجليزي، جولة بعنوان كله بيكسب ما عدا مانشستر يونايتد. عندك بقى أرسنال بيبدع وبيكسب بالثلاثة، وكمان مانشستر سيتي في الظهور الأول لماريسكا، وبرغم الرنا التكتيكي اللي هو عمله في المباراة قدر يكسب بورنموث بنتيجة 2-1. وكمان هتلاقي عندك تعادل مثير ما بين ليفربول ونيوكاسل يونايتد في الدقيقة 90. وبالنسبة للفراخ فهم لسه مكملين على سلسلة الموسم اللي فات وبيشيلوا بالثلاثة. أما بالنسبة للليجا فالظهور الأول لمورينيو كان هيبقى كارثة لولا تدخل كارلوس إيسيبي. اما بالنسبه لبرشلونه فهم على الهادي كده بيكسبوا 5 من غير مهاجم ومن غير رودري. امال لما يجيبوا مهاجم ويجيبوا رودري هيكسبوا كام؟ فانا عايزك تخبط لايك واشتراك، ويلا بينا نخش نتكلم على ملخص الاسبوع. والبدايه هتكون من الدوري الانجليزي تحديدا ارسنال. ايه ارسنال والله معرفتك بقى ارسنال ركنيه، بقى بيلعب تيكي تاكا وكره سريعه، وبقى عنده وينج بيعدي واحد على واحد. جبته منين تزوليس ده يا اسطى؟ الواد تحسه دوكو بس مضون ابيض وايجابي اكتر على الجون، ورجلين الاتنين شبه بعض. ولو انت شفت الحلقه اللي فاتت بتاعت الكره الاوروبيه قلت لك ان ارسنال ذكي جدا في سوق الانتقالات، لان في نفس الوقت اللي ارسنال اشترى فيه توزوليس ده ب 40 مليون كان تشيلسي بيشتري كويندا ب 55 مليون بالظبط كده. مين كويندا ده؟ لا ومش بس كده، ارتيتا بيضحي النهارده وبيسجل 3 اهداف ولا جون منهم جاي من ركنيه. فانت كويس يا ارسنال. وايه يا عم ارتيتا يا مقاول، كبرت دلوقتي وبتمعلم قد الدنيا. وبعد ما جوارديولا مشي لك ان تتخيل ان اللي قدامك ده هو المدرب الوحيد من وسط ال 20 مدرب الموجودين في الدوري الانجليزي اللي كسب الدوري الانجليزي قبل كده. تقول لي مش تأفور كده، ده ارسنال كان بيلاعب فريق لسه صاعد من الدرجه الثانيه. احب اقول لك ان الفريق لسه صاعد من الدرجه الثانيه ده هو بطل الشامبيونشيب. واحب اقول لك كمان ان ارسنال ده لسه من اسبوع مدي مانشستر سيتي 3. واحب اقول لك الفريق انت متريق عليه من الدرجه الثانيه لسه صاعد ده، في فريق لسه صاعد برضه من الدرجه الثانيه اسمه هال سيتي ومدي المعلم مانشستر يونايتد 2-0. وهنجيله في الكلام كده مانشستر يونايتد ده بس ما خلص موضوع مع ارسنال. بس انت عارف اللي هيثبت فعلا ارسنال ده فريق جامد ولا هو مجرد ماتش كسبه قدام فريق صاعد؟ ماتشه الجاي قدام استون فيلا في الفيلا بارك، وده واحد من اصعب الماتشات على ارسنال في اخر سنين. حتى لو استون فيلا لسه شاري الماتش اللي فات 4، بس اتفرج على استون فيلا يوم السبت الجاي في الفيلا بارك قدام ارسنال هتبقى عامله ازاي. وده الماتش اللي هيحسم اذا كان ارسنال فريق جامد ولا هو مجرد بدايه قويه قدام فريق لسه صاعد. اركن لي بقى ارسنال ده على جنب كده وهاتني مانشستر يونايتد. خد بس تعالى هنا، هو انت عبيط يا اسطى؟ راح تخسر لي من هال سيتي اللي اشهر لاعب في تاريخهم احمد المحمدي يا اسطى؟ ده اول مره يصعدوا الدوري الانجليزي من 2017، فتروح انت تخسر منهم بتديهم السكه كمان عشان لسه صاعدين؟ فاكر نفسك الزمالك يعني ولا ايه؟ وعايز اعرف حاجه، ايه المنظر ده؟ طول ما انا قاعد بتفرج باص يا مبويمو، يا نهار ابيض ما طلعش مبويمو ده مزراوي، يلا مش مشكله، شوت يا مزراوي، يا نهار ابيض ده ما طلعش مزراوي ده مبويمو. والمشكله مش ان هما الاثنين نفس الدماغ ونفس الشكل، المشكله ان هما الاثنين بيقدموا نفس الرنا الكروي. دي تاني اوسخ جبهه يمين اشوفها في حياتي بعد جبهه عمر جابر واحمد رغيف. سيبك من كل ده وتعال نتكلم في الماتش. مانشستر يونايتد اسوأ فريق شافته عيني بيتعامل مع الكره العرضيه. لما تيجي تبص على الجونين اللي دخلوا فيه من هال سيتي الاثنين كوبي بيست. الجون الاول ركنيه اتلعبت وعدت من كل لعيبه مانشستر يونايتد وراحت على لاعب هال سيتي اللي واقف على القائم الثاني، حطها في الجون بس الحارس صدها. لحد هنا كل حاجه تمام. لما الحارس صدها بقى والكره اتردت جوه منطقه الجزاء، ازاي في 3 من هال سيتي واقفين لوحدهم والجون قدامهم فاضي؟ ما تعمل لي كده زوم على لعيبه مانشستر يونايتد تشوفها بتعمل ايه. ده احنا رجعنا للهبل تاني يا عم هاري ماجواير. فهل شفت عبث بيحصل في اي فريق في العالم زي العبث اللي بيحصل في مانشستر يونايتد؟ طب ده كان الجون الاول. تعال نبص على الجون الثاني كده، فاول من الطرف ناحيه الشمال وبيتلعب بيعدي من كل لعيبه مانشستر يونايتد وتروح الكوره على دماغ المهاجم عشان يحطها جون. بس لو رجعنا كام فريم لورا كده بص على نصير مزروع بيعمل حركه محمد رمضان. يعني بانهي عقل وانهي دماغ بتقول انك تخش الدخله دي؟ ما هو انت لو كنت جبت الكوره كنت هتجيب وش رضا ضربه جزاء وهتاخد طرد. فمش فاهم والله تفكير مدافعين مانشستر يونايتد، واحد بيمسك زميله والتاني بيعمل محمد رمضان. ده دول بس الجولين اللي دخلوا في مانشستر يونايتد، مش عايز اوريك كم الفرص اللي ليمانس طلعها بنفس الطريقه. وشفت الرينا الدفاع اللي انا عمال اكلمك فيه ده كله من مزراوي وهاري ماجواير، في رينا هجومي كان بيتقدم من باتريك دروجو ومبويمو وغير خالص. مبويمو اللي راح ب3 انفرادات ولا واحد عارف يحطها جون، وباتريك دروجو ما اعرفش كان بيعمل ايه قدام بصراحه. ولما قررت انك تطلع باتريك دروجو نزلت لي ماركوس راشفورد، بتطلع عيال وتنزل ميت. طبعا مش عايز اتكلم على ثنائيه نص الملعب العالميه بقياده سانتوس وتيليمانز، 2 لسه ضاربين حله محشي قبل الماتش بربع ساعه ونازلين يلعبوا اول مره في حياتهم في ملعب 11. يا اسطى دول كانوا بيعملوا الميس باص غلط يا اسطى. فبجد يعني مانشستر
منظرك ايه قدام الكبار وانت شايل 2-0 من فريق لسه صاعد؟ تقول لي ما توتنهام شايل 3، اقول لك هو توتنهام ده فريق كبير؟ والله يا عم توتنهام مستخسر الدقيقه اللي هتكلم عليك فيها واللي هتذنبني نص ساعه ما انتش فيها. اصل هتكلم اقول ايه، مغير نص ملعب كامل ومغير خط دفاع بحارس مرمى عشان حارس المرمى وخط الدفاع اللي فات كان عندهم اخطاء، فتقوم لابس 3 اجوان اضحك من بعض. يعني بجد اول جون ده دخل فيك بطريقه 1 2 3 جون، ده الف ب كوره يا اسطى الجون ده والله العظيم. الجون الثاني الكوره بتتشاط بدل ما الحارس يصدها على الاطراف او يطلعها بره او حتى يبقى في مدافع واقف قدامه يشيل الكوره بعد ما تقع منه، لا طبعا كل ده ما بيحصلش والحارس بيصد الكوره وتنزل للمهاجم والجون فاضي بيحط الجون الثاني. طب والجون الثاني هربان من ماتش مانشستر يونايتد، كوره ثابته اترفعت الحارس صدها برده نزلت مهاجم حطها جون. وتخيل كل اللي انا بحكي لك كده حصل في قد ايه؟ في 48 دقيقة بس. ولك ان تتخيل ان فريق زي برينتفورد شايط على توتنهام 26 كورة منهم 10 اون تارجت. والله انا في الحلقة اللي فاتت كنت بقول توتنهام هيفنش عاشر، كان قصدي افيه وكده، بس شكل فعلا توتنهام السنة دي هيفنش عاشر بجد. لان عايزك تتخيل ان توتنهام اللي بيلعب كورة هجومية طول الماتش شايل 8 كور منهم 2 بس اون تارجت. هو مش عنده مشاكل هجومية، ده عنده عقم هجومي. وتخيل عشان يصلح العقم الهجومي ده قرر يشتري مين؟ قرر يشتري سافينيو وعمر مرموش عشان يزودوا له العقم اكتر واكتر. قبل بس ما اختم كلامي على توتنهام شال 3-0 من فريق برينتفورد صح؟ عارف بقى توتنهام عنده الماتشات الجايه مين؟ عنده نيوكاسل، نوتنجهام فورست، استون فيلا، ايفرتون، مانشستر يونايتد. فاحب اقول لك يا عم توتنهام لو انت خسرت ماتشين من الخمسه دول انا مش هتكلم عليك تاني. ومن العظمه اللي قدمها توتنهام تعال ننقل على العظمه اللي قدمها انزو ماريسكا مع مانشستر سيتي. من ظلم الكوره اللي بعد الكوارث اللي عملها ماريسكا يطلع في الاخر كسبان. بقى يا اسطى انت سبت كل حاجه اتعلمتها من بيب جوارديولا وقررت تبدا اول ماتش ليك مع مانشستر سيتي بالحنيكه بتاعته. بتلعب لي مارجي جيهي نص ملعب وبتلعب لي اوريل 9.5 الا 5 وبتلعب لي ريكي لويس باك يمين بس بيضم وينج شمال. لما الباك الشمال بيطلع على هاف اليمين وقتها فودن بيخش مهاجم ثالث فبيفتح مساحه لهالاند عشان يطلع يبقى وينج شمال. وقتها بقى الخطه بتتحول ل 3-4-2-1. كل الفرادة دي عشان مانشستر سيتي يعمل هجمه وتضيع في الاخر. الناحيه الثانيه بورموس بقى كره طويله بيحصل لخبطه في دفاع مانشستر سيتي بتروح الكون ايفالينسون بيعمل بالعرض تريفينير بيحط جون سهله وبسيطه وبيزك وبص مش محتاجه اي تعقيد. والعبث في مانشستر سيتي مش بس وقف على الخطه العبيطه اللي انزو ماريسكا عملها، ده كمان وصل للاداره. يعني ايه يا معلم بتبيع رودري وراندرز الاثنين ب 120 مليون وبتشتري اكبر بالونه في تاريخ الدوري الانجليزي اليوت اندرسون ب 135 مليون؟ ده اسوأ نص ملعب شفته في حياتي لدرجه ان العجوز كوفازيتش نزل قلب الماتش عنه. لا وما وقفش لحد كده، ده راحوا اشتروا ايوب بعدي ب 100 مليون. يعني انت رايح تشتري لاعب عنده 18 سنه ما لعبش في تاريخه الا موسم واحد بس فيرست تيم واشهر لقطه في حياته ان هو عدى من كازيميرو 1 على 1 ب 100 مليون. عشان كده قلت لك في اول الكلام من ظلم الكوره ان بعد العبث ده كله مانشستر سيتي يكسب. وكسب ليه بقى مانشستر سيتي؟ عشان ريان شرقي نزل بس. الراجل اول ما حط رجله في الملعب قدر يخلي مانشستر سيتي تمسك كوره ويسحب الفريق اللي قدامه وينظم الخطوط وقدر من اول ضربه ركنيه يرفعها مانشستر سيتي سجل التعادل عن طريق جيه. وبعد كده عمل اسيست الجول الثاني بلمسه ولا ارض لجفارديول اللي استلم ولف وحط الكوره في الجون. حتى والله هالاند ما عرف يحطها. هالاند كان زعلان على شعره اللي هو شاله وشكله اللي بقى شبه الهوملز اللي بيطلعوا في الافلام الاجنبي. بس كاوفرول اكيد فوز بالنسبه لمانشستر سيتي بعد التاخر وبعد العبث اللي حصل في الماتش ده هيبقى مهم جدا للسيتي وماريسكا عشان يديهم ثقه للماتشات اللي جايه. عكس لو كان خسر او اتعادل كان الضغط هيتحط عليه اكبر واكبر وممكن الدنيا تفرط منه من بدري. ففوز هو مش مستحق بس كويس بالنسبه لمانشستر سيتي. وخلونا نختم جزء مانشستر سيتي ده بسؤال، هل صفقه زي ايوب بعدي ممكن تكون القطعه الناقصه في تشكيله مانشستر سيتي؟ ومن مانشستر سيتي تعال نخش على ليفربول ونيوكاسل يونايتد. بصراحه ما كنتش متخيل ابدا ان ليفربول ممكن تبدا البدايه دي مع ايراولا. ممكن تشوف الموضوع من بره ان ليفربول اتعادل في الدقيقه 98 من ضربه جزاء، بس الموضوع في الملعب غير كده خالص. لما يبقى خط هجومك فيه جاكبو ونجومه وايزاك وتقدر تشوط 27 كوره منهم 11 اون تارجت قدام فريق زي نيوكاسل يونايتد في السان جيمس بارك، يبقى تعرف ان في شغل محترم من المدرب بس محتاج القماشه اللي تنجحه. بس قصاد العظمه الهجوميه دي كانت في كارثه في نص الملعب وخط الدفاع اللي خلى ليفربول يلبس جونين ما يخشوش في منتخب السويس بتروجيت، والاثنين كانوا غلطه من جرافنبرخ من كوره كانت هتبقى جون على ليفربول اتحولت لجون على ليفربول. الاولى بيعمل بيس باس جوه منطقه جزاء نيوكاسل يونايتد اللي الكوره بتتقطع ومن 3 لمسات على طول بتلاقي الكوره بتروح هجمه مرتده لاصوله اللي بيروح يديها على طول لإيلانجا اللي ما بيلاقيش اي فرصه
فرصه احسن من كده عشان يحط الهدف الاول لنيوكاسل يونايتد. ولما ربنا بيكرم ليفربول بعد محاولات كتيره وبيقدر يجيب الجون التعادل عن طريق جودي جاكبو، بعديها بدقيقتين على طول نفس الغلطه من جرافنبرغ، كوره برده كانت في منطقه جزاء نيوكاسل بتقطع منه، تروح الكوره عند ويسا والهدف الثاني لنيوكاسل يونايتد. وبعد محاولات كتيره قوي ليفربول بيقدر في الدقيقه 98 يسجل التعادل عن طريق سوبوسلاي من ضربه جزاء. وعايز اقول لك احصائيه غريبه، في اخر 4 ماتشات ما بين ليفربول ونيوكاسل، ليفربول في كل ماتش بيسجل جون ما بعد الدقيقه 90، منهم 3 اهداف ليفربول رجع في النتيجه بيهم اذا كان بفوز او بتعادل، والنهارده الجون الرابع وللمره الخامسه ليفربول بيسجل في نيوكاسل ما بعد الدقيقه 90. وكاوفرول انك تطلع بنقطه في اول ماتش ليك في الدوري مع مدرب زي راولا، واول ماتش من غير محمد صلاح اللي انت لسه ما عملتوش، ده يعتبر انجاز قوي جدا لليفربول. بس السؤال هنا، هل صفقات زي باركولا وابراهيم باي تقدر تخلي ليفربول ينافس على كل البطولات السنه دي؟ وبكده خلص كلامنا عن الدوري الانجليزي. انا بصراحه كنت حابب اتكلم على تشيلسي، بس اصلا تشيلسي هتلعب والحلقه دي ان شاء الله هتبقى نزلت قبلهم اصلا، فتشيلسي هنتكلم عليه ان شاء الله الاسبوع الجاي. وخلينا دلوقتي ننقل من الدوري الانجليزي ونطير على الليجا. والبداية في الليجا هتكون بريال مدريد قدام اوساسونا. بصراحة أنا كنت مستني فشخ أول ماتش المورينيو مع ريال مدريد، وكنت عايز أعرف هيستغل كل الأسامي اللي معاه إزاي وهيقدر يفرض عليهم شخصيته ولا لأ. وفعلا مورينيو ما خيبش ظني. ممكن لما تبص على الصورة من بعيد تلاقي إن ريال مدريد كسبت 2-1 في جون في آخر دقيقة في الماتش، إنما لو عملت زوم وشفت التفاصيل هتلاقي حاجات كتير زي إن مورينيو قدر يقنع الثلاثي الهجومي إن هم يرجعوا يدافع. في الصورة اللي قدامك دي هتلاقي فينيسيوس جونيور واقف على حدود منطقة الجزاء أكنه باك شمال، والناحية التانية هتلاقي امبابي اللي ما كانش بيعدي نص ملعب ريال مدريد واقف مان مع نص الملعب بتاع فريق اوساسونا. ومن وجهة نظري ده أول تحدي نجح فيه مورينيو، اللي يقدر يفرض شخصيته على اللعيبة وتخليها تنفذ كلامه. لا ومش بس كده، ده كمان قدر يفرض شخصيته في الملعب. لما تيجي تبص على سكواد ريال مدريد هتلاقي اللي اقوى جبهه عنده هي الجبهه الشمال اللي بيلعب فيها فينيسيوس جونيور وتحتيكو كوريلا، وبيضم عليهم بلينجهام وكيليان امبابي. فواقعيا ان كل خطوره وكل لاعب ريال مدريد يكون من الجبهه دي، وده الطبيعي على فكره. بس يبدا الماتش ولها حاجه مختلفه تماما اول مره اشوفها في ريال مدريد من سنين، وهو ان ريال مدريد عنده تنوع هجومي. زي ان ريال مدريد سجلت الجول الاول من كره ثابته عن طريق بلينجهام، بعدها راحت بهجمه مرتده خطر عن طريق كيليان امبابي وضيعها، بعدها راحت بهجمه ثانيه خطر من على الجبهه اليمين عن طريق دومفريز وبرده ضيعها، وامبابي برده راح بواحده ثانيه من عمق الملعب وبرده ضيعها. وهتلاقي شوطه من بره منطقه الجزاء جت في العارضه، وبيلي حط واحده بدماغه من الركنيه برده جت في العارضه. فشايف كميه التنوع في الهجمات. بس لو انت كنت مركز معايا هتلاقي ان في كل هجمه انا حكيت لك عنها كان وراها شخص واحد بس، وهو اردا جولر اللي قدم مباراه اقل حاجه تتقال عليها عالميه. كان هو اللي بيحرك ريال مدريد وبيبني الهجمه، اذا كان الهجمه هتتلعب من قلب الملعب فهو موجود، او هيوزع اللعب على الاطراف، او حتى في الكور الثابته هو اللي هيلعبها كمان. فشكل كده ريال مدريد عصرت على اوزيل جديد. بس شايف في وسط كل الاجابات اللي عمال احكي لك ده، ريال مدريد عندها كوارث دفاعيه وفي نص الملعب تحديدا في مركز 6، وده اللي هتشوفه بشكل اوضح في لقطه الجون الاول بتاع اوساسونا. هتلاقي دومفريز ضايع لوحده ماسك الخط، والاثنين اللي بيضغطوا على الراجل اللي معاه الكوره سايبين له زاويه تمرير، وهتلاقي الراجل اللي حط الجون ده كان واقف لوحده جوه منطقه الجزاء، ولو تبص وراه هتلاقي ان ده المفروض المان بتاع فالفيردي. طب لو افترضنا ان كان فالفيردي واقف معاه والكوره عدت منهم هما الاثنين، هتلاقي في راجل واقف على حدود منطقه الجزاء لوحده خالص، لو كانت الكوره جات له كان برضه هيحطها جون. فسوء تمركز وعشوائيه بالنسبه لخط دفاع ريال مدريد، وده سببه ان اولا ما عندكش راجل مركز 6، وثانيا عشان ما عندكش قائد حقيقي في خط الدفاع يقدر يفوق اللعيبه من مركزهم زي راؤول اسينسيو. بس كوفرول ريال مدريد خد اللي هو عايزه، وهو ان في اول ماتش لجوزيه مورينيو ما يتعثرش ويقدر ياخد الثلاث نقط. اخد الثلاث نقط بصعوبه في ماتش كان سهل، بس هو اللي صعبه على نفسه، او ممكن نقول حب يحط واحد زي كارلوس اسيب في اختبار ونجح فيه وجاب له الفوز. لان محدش فينا عارف مورينيو بيفكر في ايه، بس كل اللي انا عارفه ان انا قاعد من دلوقتي ومستني ماتش برشلونه وريال مدريد بفارغ الصبر. هشوف ازاي واحد زي مورينيو رقم واحد في اللعب على التحولات والهجمات المرتده يلاعب واحد بيلعب على مصيده التسلل. وتخيل بقى الفريق اللي بيلعب على مصيده التسلل ده من غير مهاجم وبلعيبه زي جافي وجيرار مارتن بيقدر يكسب خماسيه قدام إلتشي. فبجد والله من وسط الثمان فرق اللي انا اتكلمت عليهم برشلونه ده تحديدا مش عارف اقول عليه ايه. اصل فريق كسبان اول ماتش 5 وكل الكلام اللي طالع بعد الماتش عايزين مهاجم، عايزين الفاريز، عايزين لوتارو مارتينيز، وعايزين رودري يرجع عشان يلعب في نص الملعب. ده انت باشا بتكسب 5 من غير دول. امال لو جبت الفاريز وجبت رودري، امال لو جبت الفاريز وجبت رودري
امال بقى لو جبت الفاريز وجبت لود امال بقى لو جبت الفاريز امال بقى لو جبت الفاريز ولعبت رودري وكمان بدأت بحمزه عبد الكريم، هتكسب كام يا اسطى؟ هو الافتراء حلو وكل حاجه بس مش للدرجه دي يا اسطى. ده لعيبه إلش اللي كان بيعدي منهم نص الملعب كان بيرجع يقول لاصحابه هو شافي هناك. يخرب بيتكم فرقه بجد. انا وانا بتفرج ببقى متوتر من الضغط العالي اللي برشلونه بيطبقه ده. الحمد لله يا عم اللي الاهلي خسر 2-1 بس الماتش اللي فات. والله تقول لي ما تافورش كده يا معلم، ده في الاول وفي الاخر بيلعبوا إلش. يعني هقول لك يعني ريال مدريد اللي كان بيلعب بايرن ميونخ، ولا ارسنال اللي كان بيلعب باريس سان جيرمان، ولا مانشستر سيتي كان بيلعب؟ لا هو مفيش حد كده، اللي جامدين كلهم خلصوا. يعني ما هو كلهم يا اسطى كانوا بيلعبوا فرق ضعيفه. مش معنى برشلونه بالذات اللي نزل يكتسح الفرق اللي قدامه دي وخلاها ما تشمش كوره ببساطه لان معاه مدرب جاحد اسمه هانزي فليك. ربنا ما يوقعنا تحت ايدك يا عم هانزي فليك، ولا بمانشستر يونايتد ولا بالزمالك، عشان مش ناقصه فضايح اكتر من اللي احنا فيها. بس لو هلومك يا عم هانزي فليك ان في ماتش زي ده ما نزلتش حمزه عبد الكريم يجيب له جونين ثلاثه. انت كسبان اربعه وكسبان خمسه، ما تنزل الراجل في اخر ربع ساعه يا اسطى. يقول لك ايه بقى؟ اصل هانزي فليك ما رضيش ينزل حمزه عبد الكريم عشان لو كان نزله وجاب جون او اتنين اداره برشلونه كانت هتقول له انت عندك مهاجم اهو ومش هتجيب له الفاريز ولوتارو مارتينيز. هل انت هتحتاج الفاريز ولوتارو مارتينيز ليه اصلا وانت عندك حمزه عبد الكريم؟ ولا انت بتتلكك للواد بعقده الخواجه عشان تعاته دكه وخلاص يا اسطى؟ وكمان يا عم برشلونه انت رحت دفعت على جوردون 70 مليون، ورحت دفعت على قديم 40 مليون، ودفعت على عيل صغير اسمه بيسو ولا بيسو انا مش عارف اسمه ايه ده 15 مليون، ودفعت في حمزه 2 مليون، ومش عارف تدفع في الجوهره ماركوس راشفورد 30 مليون وتخلصنا منه. بترجعه لنا ليه تاني يا اسطى؟ ما انت اشتريت كانسيلو، كنت تشتري راشفورد كمان يا اسطى. ده انتوا فرقه غريبه، ولا بتلعبوا حمزه عبد الكريم ولا اشتريتوا راشفورد وبتكسبوا خمسات. الله ينعلكم. وبس كده انا خلصت كل اللي عندي النهارده. ملخص الجوله الاولى من الدوري الانجليزي والدوري الاسباني. انا عارف ان الملخص نزل متاخر يوم الثلاث، والله كنت هنزله يوم الاثنين بس حصلت شويه ظروف كده لدرجه ان انا اصلا بصور لك جزء برشلونه وبصور المقدمه الساعه 11 بالليل دلوقتي، فانا همنتجه لسه بالليل عشان ارفعه لك ان شاء الله على بكره. فمعلش من الاسبوع الجاي هعمل حاجه كده ان انا اصور ماتشات يوم السبت وانزلها يوم الاحد، واصور ماتشات يوم الاحد وانزلها يوم الاثنين، عشان يبقى احنا ايه ما نجمعش كله في حلقه واحده ونتعب في المنتجه، وايه ندي كل فريق حقه برضه بالمره. فلو انت عاجبك الفكره دي يا ريت تقول لي رايك في الكومنتات يا معلم.